كم مرة قعدت ساعات طويلة تحضر لفكرة فيديو أو إعلان، بس في الآخر بتوصل لحيطة سد أو يجيلك كرياتيف بلوك، أو ممكن تكون الفكرة موجودة بس أنت حاسس إنك مش عارف تصيغها بشكل حلو أو جذاب. وأوقات بنقول هنصور كل حاجة وفي المونتاج الدنيا هتتظبط، وفي الآخر بتقعد قدام تايم لاين عبارة عن فوضى ومش عارف تبدأ منين. في الفيديو ده هنعرف مع بعض طريقة بسيطة وفي نفس الوقت قوية جدا، بيها ممكن نبني هيكل أي قصة ممكن تيجي في بالنا. وكصناع محتوى في أوقات كتير بنغرق في التفاصيل التقنية، من إضاءة لكاميرات لعدسات لحتى المونتاج، وبيفضل لك التحدي الأكبر وهو إزاي تحكي قصتك. الحل إنك تبني قصتك أو فكرتك في 5 سطور بس. أيوة بالظبط كده. اول ما بدات استخدم الطريقه دي، كل قصه او فكره بشتغل عليها بقت منظمه، وبقيت اعرف اوصل اي فكره في شكل قصه. يلا بينا نبدا مع بعض ونقول ان هي دي السطور اللي ممكن تكون اي قصه، او مش كلهم يعني، اكيد طبعا لكل قاعده استثناء. السياق، الهدف، الصراع، النتيجه، التغيير. الغريب بقى، او يمكن مش غريب قوي، ان لما بنحطهم جنب بعض بنفس الترتيب ده بنكتشف ان هي دي الطريقه اللي مخنا بيستوعب بيها القصص في الطبيعي. نبتدي بأول سطر، السيت اب أو السياق أو بناء العالم. هو ليه كذا اسم الصراحة على حسب نوع قصتك. الخلاصة هي نقطة البداية أو الأرضية اللي بتبني عليها بعد كده كل أحداث القصة. لازم اللي بيتفرج يكون فاهم طبيعة العالم اللي احنا فيه وطبيعة الشخصيات اللي معانا في القصة. تاني حاجة هي الهدف أو الرغبة، ومن هنا بتبتدي القصة تتحرك لقدام. هنا بنعرف البطل عايز ايه وايه الهدف اللي بيسعى له. اول ما بنعرف ايه اللي البطل عايزه بنبدأ نهتم وبنبقى متشوقين نعرف هل هيوصل لهدفه ولا لا، وهنا بالظبط بيبدأ الفضول يشتغل. السطر الثالث وده قلب اي قصة، الصراع. ببساطة كده مفيش قصة من غير صراع، يعني لو البطل بتاعنا وصل للهدف اللي هو عايزه بكل سهولة هتبقى قصة مملة ومحدش هيحب يتفرج عليها. لازم يكون في عقبة، تحدي، حاجة بتقف في طريقه. الصراع هو اللي بيخلق التوتر والتشويق، وبعد الصراع لازم يحصل التغيير. دي نقطة التحول اللي بتورينا ان القصة ماشية لقدام. ممكن يكون قرار مهم البطل بياخده او سر بيكتشفه، او بيحصل له تغيير في شخصيته او منظوره للحياة. اخر حاجة خالص هي النتيجة، اللحظة اللي كل خيوط القصة بتتربط ببعض وبتدينا احساس ان القصة اكتملت، وبتقفل الاحداث بشكل يريحنا. واهم حاجة لازم نشوف العالم اللي وصلنا له في نهاية القصة بقى مختلف عن العالم اللي بدأنا بيه القصة ولو اختلاف بسيط. لو طبقنا السطور دي على فيلم كلنا حبيناه واتفرجنا عليه زي فيلم نيمو مثلا هتطلع بالشكل ده. العالم، مارلين سمكة مقفلة زيادة عن اللزوم وخوافة مع ابنه الوحيد نيمو. الهدف، هدفه الوحيد ان يحمي ابنه نيمو من اي خطر ويخليه دايما جنبه في الامان. الصراع، نيمو بيتوه منه وبيتاخد من الغواصين وبيتحط مارلين قدام أسوأ مخاوفه، لازم يواجه المحيط علشان يلاقيه. التغيير، مارلين خلال رحلته بيواجه أخطار وقروش ويتعلم إنه عشان ينقذ ابنه لازم يبطل يخاف ويتعلم يثق فيه. النتيجة، في الآخر بيلاقي نيمو، بس المرة دي بقى أب اتعلم ازاي يثق في ابنه ويديله مساحة أكبر يغلط ويتعلم، وكمان علاقتهم بقت أقوى. وتقدر تطبق الطريقة دي على أي فيلم أو أي قصة بتحبها، وغالبا هتشوفها بمنظور جديد. الفكرة هنا إن ال5 سطور دول هم الأساس، بمجرد ما تكتبهم ممكن بعد كده تزود تفاصيل براحتك. هم البوصلة اللي ممكن ترجع لها وسط زحمة التحضير والتصوير والمونتاج. ابدأ بال5 سطور دول قبل ما تفكر بأي كادرات أو حركات مونتاج، وهتلاقي فرق كبير في تأثير فيديوهاتك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تشوف الفيديوهات الجديدة اللي إن شاء الله هنعملها بأفكار هتعجبكم بإذن الله. سلام.